أنا جاي على اتفاق، ما بي جدال. الصحيح أنا جاي. يوم العزاء الرجال كأنهم يعرفون عن الجريمة، فاتوا وظلوا ماشيين، ما قعدوا. لو انهم قعدوا وعزوا نعرف انه ما عندهم معلومة. الجلوة على المكان وليس على العشيرة، الجلوة على المكان وعلى المسافة وعلى عدم الاحتكاك. صحيح ولا لا يا؟ ان 5 جئنا على أثر الحادث المؤسف المسيء المرفوض من جميع أبناء هذا الوطن. يا أخوان، إحنا عشنا في هذا الوطن الكريم، كان الملحة لها قيمة، اللي مالح ما يخون لا يبوك نحن نعيش في هذا الوطن، والوطن الكريم العزيز الذي فتح أبوابه لكل المظلومين من هذه الأمة العربية. لكن ما حدث مؤسف للجميع ومرفوض لدى الجميع، وجئنا نحن الجاه الكريمة، نحن كما يقال ناخين إلى كل طلباتكم. من الأخلاق وعنده ذرة من الإنسانية يستنكر هذه الجريمة النكراء البعيدة عن ديننا وعن قيمنا وعن أخلاقنا وعن مبادئنا. وأنا أعتبر جاه كل واحد منهم هو بحد ذاته جاه له عندنا الإعلام وترحيله من أي منطقة في محافظة المطار أينما كان، للتأكيد على أنه هذا المطب الرئيسي بالنسبة لهذا المجرم السوري، ولا يمكن نعطي عطوة على إنسان وتكون سابقة، وهذا الإنسان مأجور وليس له إلا القصاص. أما موضوع إياها، ثانيا الجلوة بأسرع ممكن أي ظرف على أن يتم هذا في ساعات المقبلة وليس في الأيام. الزمن أو ما ينطبق عليه الجلاء حسب الوثيقة هو برأس مجلاه، لأنه الغرض من الجلاء عدم الاحتكاك. احنا بيننا وبين هذه النقطة إلى مسكن أبو الجانية، خلينا نسمرها، وهو بريء، هو يزيد عن يجوز 70-80 كيلو أو أكثر، فالجلاء حاصل هو براس مجلاه أبدا. يا بن قلاب، ما هو براس مجلى يا بن قلاب. انا فواز رفيفان الخريشة، ما هو براس مجلى والله براس. بعدين بدك تذكر عن المرأة، عقوبة المرأة. لا، في حل، الإعدام في حل. هذا الموضوع نتركه الراعي غلطة هو يقلط عليها، إذا قال يجلوا والله غير يجلون. هذا بقرار من صاحب غلطة أو لجنة تكلف من المستشارين العشاء. إذا قالت يجلوا ما بده لجنة يا بن قلاب، ما بده لجنة، بده يجلي، ما بده لجنة. ما يجي ما بده، ما بده لجنة. وين لجنة؟ انت بن قلاب وين يجلي؟ فراش مجلاه يجلي عند الحلقات، يجلي وين مكان. والله ما شو هالكلام هذا براس مجلاه؟ جاي تقول لي جاي عندك تقول لي براس مجلاه. كلامك كله هذا مو براس مجلاه. ينحط جوا ابدا. ها ولا لا يا توقع الراعي والله خلينا نسمع من معالي ابو حديث. طالب يا ابو حديث، طالب باعدام هالمرأة، ما تطرقتوا للمرأة، لا يجوز هيك. خلي بعدين الشروط قدام كل الناس، بدنا نسمع، بدنا القلاب يسمع، بدي اسمع انا الشروط. شو الحكي؟ شوف انت يا اللي تطلب بالشروط، احنا نحط بالعطوه، احنا كذلك نطالب باعدامه.
احنا مع ابو فيصل نعم. ما تحتاج قلطه، هذه تاريخيا ما عمر حسيني جرى عند حسيني ولا صغير عند والله ممكن احكي كلمه. ما عمر صار. انا عدنان حمود الذياب الله يمسيكم بالخير. هذول صخور وهذول صخور. ايوه. وهذول صخور كل بلاد الصخور لهم. وهذول صخور كل بلاد الصخور لهم. هذا الراس مجلاهم يا شيحان. ايوه. صليت على النبي لهم راس مجلى. نعم. بس هذول لهم راس المجلى وما تجلى كلها النوفل. اللي يجلون المغسله مغسله العرض يجلون ابوه واخوانه. شكرا. هذا الصحيح. ما تجي العرب كلها. بعدين في معلومه. هذول صخور وهذول صخور. هذول عيال عملنا وهذول عيال عملنا. اسولف يا رجل. يوم العزاء الرجال كانهم يعرفون عن الجريمه، فاتوا وظلوا ماشيين، ما قعدوا. لو انهم قعدوا وعزوا نعرف انه ما عندهم معلومه عن موضوع القتل. هذا فيها اخوان للرجل وشر لها. هذا صحيح. لو جايين اسمح لي لولا هاي السالفه ما اسمح لي، جينا. انا ما اقطع ابو حديثه وكلكم تعرفون القوانين. ايوه. احنا بني صخر. اعطوا الميكروفون يا وصخري ما هو مجال صخري من تاريخ الدين. يجون الان اسمح لي يجون بعد اسبوع 10 ايام يقعدوا يشوخ بني صخر انقلب يرجعون. احنا متفقين وجايين على اساس انه تنحل هذه على طريق قاضي يفتي بها او لجنه، غير هيك ما نقدر احنا نتخذ اي اجراء. ابو فيصل ما نقدر. يا ابو فيصل احنا ما بدنا جسر، والله ما بدنا جسر. يا ابو فيصل. ابو فيصل انت بن قلبي يعني عمره صارت انه الصخري مش مجرى العرب. الصخري ما هو مجرى حديث يجاوب. علينا نحكي كلام. الجلوة على المكان وليس على العشيرة. الجلوة على المكان وعلى المسافة وعلى عدم الاحتكاك، صحيح ولا لا يا؟ ان 5 على المكان يا ابو فيصل 5 الجلوة على المكان، السكنة، المسكن. لا الصخور ما هم مجرى الصخري. ان شاء الله من عشيرة واحدة. ان شاء الله الخلاف خلينا نحكي بين عشيرة واحدة. الجلوة على السكنة وليس على العشيرة. 5 محافظات بني صغر مسكن 5 محافظات. البني صغر ممنوع. احنا نقول القاضي وهو اللي بيفتيها. انا ما اقدر بفتيها. لا ما في اللي انتم تختاروا. عرف موجود. هذا عرف عند والله مو موجود. عرف عند بني صغر. والله مو موجود بالاردن. احنا بني صغر عرفنا واحد. احنا 7 ما الصخور ما هم مجرى. احنا بحب واحد. هذا عرف وعاده عندنا. لا نكسر 5 محافظات. يا ابو شو الحكي؟ احنا في 5 محافظات خارج 5. لا يا سيدي، خارج 5 المحافظات اللي يقطنون فيها بني صخر، لانه اسمع يطلع على المناطق اللي خارج نطاق جغرافية المنطقة اللي يسكنون فيها. يروح عند حويطات، يروح عند السرحان، يروح عند السردية. تحل الموضوع. خذ واعطي. والله اني اعتبر حالي واحد منهم. ونعم منا. والله اني حزين على فقدكم منكم، لكن انا تاريخي ما سجل علي اشتغل غلط، لذلك ما اقدر نحولها الى عارف عشاء اللي تختاروا. الغرض تسجل على نفسك انها ما يجوز. عندنا انت خلايف نايف. تعال يا خلايف نايف. انا بدي احكيك. احنا اختار القاضي اللي اذا قال ما يجب. انا جاي على اتفاق. انا جاي عليكم على اتفاق، وانتم رجال ما تنقضوا الاتفاق. انا جاي على اتفاق ما بي جدال. الصحيح انا جاي. يا ابن ماضي وقف مثلي. اقف مثلي. انا ترجعك وقف. انا اقول لك وقف. لو قلت لي ليش ما توقف؟ وقف. ليش ما توقف؟ انا محمد فنطوش، واحنا مكلفين ابو حديثه بالتحدث باسمنا، فالرجاء خلي ابو حديثه. شكرا لك. احنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. أنا باسم الفايز جميعا وباسم بني صخر بشكل عام، الخرشان بني عمي والزبن بني عمي،
احنا الآن نستنكر هذه الجريمة البشعة اللي ما عمره عدت مش عند بني صخر بس، عند الأردن كاملة. ونمشي حسب العرف والعادة العشائرية. اللي ودكم إياه نطالب بإعدام نطالب. السوري يجري هو وعشيرته كاملة من الأردن زت على الحدود، وهو يجي ويتحاكم محاكمة عادلة حسب قضائنا الأردني ونطالب بإعدامه. لكن يا أخوان، الجلوة بين 7 محافظات، تجوا على عرب بيننا وبينهم 7 محافظات، هذا الحكي مرفوض، يخالف العرف والعادة العشائرية ويخالف الميثاق يا معالي ابو حديثه اللي انت اسمح انا اكمل حديثي وانت فري. ويخالف يا معالي ابو حديثه، انت من شيوخ الاردن وقعتوا. اسمح لي انت جاي على بني صخر. اسمح لي انا سؤال الحق اسمع رايك. ما تسمع يا معالي ابو حديثه، انا اكلم معالي ابو حديثه. يا رجل جاي تسولف باسم الزمن، انت الله يرضى عليك اسم الزمن. معالي ابو حديثه، يدافع عنك القانون. لا والله يدافع عن الشيخ والأردن. انت من اللي حطيت القانون الجلوة حتى بالمحافظة الوحدة بين الصرفية والصرفية. مش عندنا نحكي الحق يا ابو حديث وانت تعرف. اذا بدكم تحلون القضية بدهم يجلون، اما اذا بدنا نصير نسوي خطابات ومن هان لبكره ما راح نسوي اي شيء. يجلون خارج نطاق 5 محافظات. خلوا ابو حديثه يتكلم يا ناس، خليه يتكلم، هو اللي يمر عليه يتكلم. يا ابو حديثه هذا الجاري المجني عليها يا محمد، هذا هو اكبرها واخوانه موافقين على ما تحدثنا فيه. ارجع بس عن وجه الزلمه. لا انا بغطي هذا الموضوع وتشكيل اللجنه. شكرا لك. شكرا لك.